أسعد الله أوقاتكم سيداتي أوانسي سادتي، مرحبا بكم إلى نشرتكم المفروضة. بعث السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس بعض الجزائريين رسالة إلى مونيكا لوينسكي، وها هو نصها: عزيزتي، إنه لشرف عظيم أن أتصل بك وأنا على رئاسة الجمهورية. أنا جد متأسف على الدعايات التي ترويها الصحافة الأمريكية والعالمية خصوصا على علاقتك مع بين. أنا ثاني ضحية هذا القرن بعدما تحملت عتيقة من طرف وسائل الإعلام، بعدما تحملت كاساندرا من طرف العاصميين، بعدما تحملت بوفوار رصاصة من طرف المتظاهرين، بعدما تحملت فيضانات من طرف باب الواد، بعدما تحملت الزلازل من طرف بومارداس، بعدما تحملت أغورو من طرف معتوب والناس، بعدما تحملت لاسالجار من طرف سعيدية، بعدما حرمت من جائزة نوبل للسلم، لقد أصبح لي في أمل قوي يا مونيكا. لم أعد أتحمل يا مونيكا، وأنا بت أتمنى يا مونيكا لو أنا رئيس للولايات المتحدة الأمريكية أم أنت تشتغلن في البيت الأبيض الجزائري أو الجيلا بلونش لأجهلنا كل هذا. في الرياضة، خبر عالمي كبير حضره أكبر من الرياضيين، وهو زواج نور الدين مرسلي بحسيبة بولمرقة، وأنجبوا طفل وسموه TGV. فهنيئا للصناعة الجزائرية التي عرفت تقدما من الصناعة الخفيفة إلى السريعة. مباشرة من الملعب الدولي سيد علي بوناب، العداء الجزائري نور الدين مرسلي يتوجه إلى تحطيم رقم قياسي عالمي آخر له، حيث وصلت سرعته إلى 13.8 متر في الدقيقة، بعدما كان متبوعا من جماعة من الإرهاب ولم يمسكوه. فهنيئا لنور الدين مرسلي وعائلته، أما للجماعة فللفرصة الأخرى إن شاء الأمير. رياح قوية في المناطق القبائل الكبرى، حيث وصلت سرعتها إلى 3 عربي في الدقيقة. أما في الوسط الغربي عند فلا وبليدة يشودها الإرهاب والدماء، والدمومتر جهاز استكشف من طرف جمعية العلماء المسلمين مع الجيش الوطني للتخريب والترهيب يشير إلى كمية الدم التي ستسقط غدا، وهي كالتالي: 3 لتر في المتر المربع. بمزيد من التفاصيل كونوا في الموعد. إن لله وإن منه هاربون. وزارة الشؤون الإرهابية تقدم لكم مواقيت الهجوم ليوم الغد: 25 جوان لميلاد الحقرة، الموافق ل26 فبراير لهجرة الأدمغة. تقبل الله أرواح الجميع.